فمن تلك الأخلاق السيئة خلق الحقد، وهو من الغل. فإذا كان الإنسان حاقدا على الآخرين صار غير مبال بأموالهم ولا بدمائهم ولا بأعراضهم ولا بغير ذلك، فهو حاقد. أرأيت حقدك على الثعابين والحيات والعقارب أيكون في قلبك رحمة بها؟ بل إنك تكون كارها لها مريدا إتفاها. فهكذا قلوب الحاقدين، ينظر إلى الناس نظرة المبغض الكاره الحاقد الذي لا يريد أن يصلهم خير ويريد أن يوصل إليهم كل شر، ولا يبقى في قلبه حب لشخص إلا إذا كان له من ورائه مصلحة، فإذا انتهت المصلحة ساواه مع غيره في الحق.